أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات شخصية مؤثرة مع مروى صالح. هل سمعت يوما عن شخص ترك كل شيء خلفه ليعيش لله؟ إنه شاب يتيم توفت أمه وأبوه ورباه عمه. هو عبد العزي المزني، نسبة إلى مدينته مزنية. كان شابا من عائلة ثرية يلبس الملابس الغالية ويمتلك فرسا. حين أتم 16 عاما كان ذلك وقت هجرة الصحابة من مكة إلى المدينة، وكانوا يمرون على مزنية في طريق هجرتهم، وقابله أحد الصحابة وعرض عليه الإسلام، فأسلم فورا وطلب منهم أن يعلموه شيئا من القرآن. فقالوا: لن نستطيع أن نبقى معك، قريش تلحق بنا. وكان يسير خلفهم مشيا على الأقدام يقرؤون القرآن وهو يقرأ معهم مسافة 15 كيلو في الصحراء، ويكرر هذا كل يوم. وطلب منه في ذات مرة أحد الصحابة الهجرة معهم، فقال: لا أهاجر قبل أن يسلم عمي، فهو الذي رباني. وظل يخفي إسلامه لمدة 3 سنوات، وذهب إلى عمه يحاول إقناعه، ولكنه رفض أن يسلم، وغضب منه وجرده من كل ما يملك، ومزق له ملابسه التي كان يرتديها. وبدأت هجرته وهو شبه عاري في الصحراء، حتى وجد بجاد وهو الشوال من الصوف، فشقه نصفين وربط نصفه على وسطه ونصفه الآخر وضعه على كتفه، ووصل المدينة ودخل للرسول، فقال له: من أنت؟ فقال: أنا عبد العزي. فقال النبي: ولم تلبس هكذا؟ فقال: أسلمت فجردني عمي من كل ما أملك حتى ملابسي، ولم أجد في طريقي إلا هذين البجادين فأتيتك بهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو فعلت؟ فقال: نعم. فقام النبي وقال: من اليوم أنت عبد الله ذي البجادين ولست عبد العزي، فقد أبدلك الله عن هذين البجادين رداء في الجنة تلبس منه حيث تشاء. وتأتي غزوة تبوك وعمر عبد الله 23 عاما، فيخرج إلى الغزوة مع النبي ويقول: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أموت شهيدا. فيرفع النبي يده ويقول: اللهم حرم دمه على سيوف الكفار. ويشهد عبد الله غزوة تبوك مع الرسول، وفي طريق العودة يصاب بالحمى ويتألم آلام الموت. ويحكي لنا عبد الله بن مسعود قصة موته، فيقول: كنت نائما في خيمتي في ليلة شديدة البرد وشديدة الظلام، وبينما أنا نائم سمعت صوت حفر، وشاهدت سيدنا عمر وأبو بكر يمسكان سراجا والنبي يحفر قبرا، وذهبت إليه وهو يحفر، فقلت: ما بك يا رسول الله؟ فرفع وجهه الشريف وعيناه تذرفان الدموع، وقال: مات أخوك ذو البجادين. فنظرت إلى أبي بكر وقلت: أتترك رسول الله يحفر له قبره بنفسه؟ فحفر النبي بيده قبر ذي البجادين وأنزله إلى القبر، ويقول: رأيت النبي يحتضن الجثمان بشدة ودموعه تسقط على الكفن، وكبر 4 تكبيرات وقال: رحمك الله يا عبد الله، كنت أوابا تاليا للقرآن. رحم الله شابا ترك ملذات الدنيا وهي بين يديه من أجل دينه. كنت معكم أنا مروى صالح في حلقة من شخصية مؤثرة.